Hello boys, hello ladies. It's been a while, you know. معلش انا متقمص شخصية كاوبوي اليومين دول. المهم انكم وحشتوني. بقالي اسبوعين ما طلعتش طليت عليكم بوش الانيق، مع اني كنت واخد عهد على نفسي ان لازم اعمل لكم فيديو كل اسبوع، بس يا ريت تعدوها المرة دي. يعني اعملوا نفسكم مش شايفين، انتوا فاهمين بقى. يعني الواحد طالع من اجازة عيد وفي حر صيف وتخفيف احمال. انا بيسموني العميل 005، زيرو فلوس، زيرو حياة، 5 ساعات تخفيف احمال. المهم موضوع فيديو النهارده هو بكل بساطه ان انا هخش في حتت ملغمه بالكرنج، هنتفرج على حاجات صعبه على المخ وعلى العين انه يستوعب ايه ده. هخش كده في ثقب اسود مليان عشوائيه، يا رب نطلع منه على خير. وهي قناه الحدث اليوم. كلنا كده عندنا حاجه من الحاجات اللي هي ايه، جيلتي بليجر، حاجه كده بتبقى ايه، ممتعه بس في نفس الوقت ايه اللي هو ايه ده. وهي دي قناه الحدث اليوم بالنسبه لي. هي قناه كلها حاجات عبثيه وعشوائيه، بس انا بحب اتفرج على الحاجات الهابطه دي. فلو انت جاهز تكسر خلايا مخك العصبيه، يا ريت تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتكمل معايا الفيديو. اول حاجه غريبه بلاحظها في قناه الحدث اليوم هي انهم بيسباموا كل يوم فيديوهات. هم كده جايبين عبد اسود من موزمبيق مجنزرينه في الارض كده، لا ميه ولا شرب. مهمتك هتنزل فيديو بمعدل كل ثانيه، والفيديوهات دي كلها يوم لما تعدي في الفيوز بتبقى بتجيب 50 فيو بس مثلا. فانا مش فاهم مين اللي بيتفرج عليها، الموظفين بتوع القناه مثلا؟ بس القنوات التانية على التلفزيون لما بتنزل المحتوى بتاعها على اليوتيوب بيجيبوا اي ديزاينر يمسكوه ويخلوه يعمل الثامبنيلز بتاعتهم، انما دول مفيش اي مجهود محطوط، مش مكلفين نفسهم باي حاجه. فانا مش فاهم ايه الدافع بتاعهم في الاستمرار. منزلين بتاع 193 الف فيديو. انا مش فاهم اليوتيوب ازاي ما اداهمش بان. حرفيا انا متاكد ان هم عملوا ازمه في النت في مصر، والنت اكيد في مصر كان هيبقى احسن من كده، بس هم خلصوا على نص المخزون بتاعه بسبب الابلود بتاعهم للفيديوهات دي حرفيا. وطبعا سبب كتره الفيديوهات دي اكيد مش جاي من تنوع الافكار الرهيب اللي عندهم او غزاره الابداع. الفكره ان هم بيعملوا لقاءات مع اي بني ادم، وبيعملوا فيديوهات عن اي موضوع مهما كان بديهي او كليشيه او موضوع ما يستاهلش، اللي لازم نحاول ننتصر عليها واحنا بنحاول ننكر وجود الشمس. واحد زي ده مثلا ما تفهمش ده درس ايه او ايه الشهاده اللي معاه، طلع يكلمنا في مساله وجوديه بقى، وازاي ننكر وجود الشمس وحاجات كده كونيه. طب انا ليه هسيب بتوع العلم مثلا وهسيب جوجل وهسيب كل الحاجات دي واجي اخد علم وحاجات علميه من واحد شبه ده على قناه اسمها الحدث اليوم، عامل برنامج اسمه كلام مهم جدا ووراه البتاع الغريب؟ هو ايه ده؟ ايه اللي ورا ده؟ انا مش فاهم برضو ايه الحركه اللي عملها في الاول دي. يعني هو تقريبا بيطلب النجده، تقريبا بتوع الحدث اليوم سارقينه خاطفينه عشان يعمل البرنامج ده. انا كنت فكره هيكمل ويعمل الجوجوتسو بتاعت ناروتو. بس انا عايز اتكلم بالاخص عن اللقاءات اللي بيعملوها في القناه دي. اي قناه تانية لما بتحب تعمل لقاء بتجيب فنان، مغني، راجل رياضي كده يعني، انما دول تفكير تاني. دول مش هيجيبوا كده الشخص بطريقه مباشره كده زي الناس العاديه، لا مش الكلام ده. دول بيجيبوا اي حد احتك معاه الا هو. يعني بيجيبوا لك مثلا طريقته، البودي جارد بتاعه، وعملاق مريم فارس منورني دلوقتي، منور الدنيا يا حسن. السايس اللي اتعامل معاه مثلا في ربيع سنه 2011، او الشخص اللي اتصفع منه. ايوه هم تقريبا عملوا لقاء مع المصفوع من عمرو دياب. واحد مثلا زي سعد الصغير عايزين يجيبوه، هم اكيد معهمش حق انهم يجيبوه، فيعملوا ايه يا ترى؟ يروحوا جايبين طليقته، ويا ريت اكتفوا بطريقه من طليقاته. لا دول جابوا كل المطلقات من سعد الصغير وعملوا معاهم لقاء. ونفس الكلام عملنا عرفها، مش هيعرفوا يجيبوها بيروحوا جايبين طليقها. انا بحس ان ده كارت تهديد، اللي هو ايه، انت ما جيتش البرنامج عندنا وتعمل لقاء معانا، خلاص بقى البس، هنجيب بقى مطلقاتك بقى وطليقاتك وكله، هنفضح. بحسها القناه دي بتقلب على محكمه الاسره كده من كتر الطليقات والمطلقات اللي فيها. قناه الحدث اليوم، بص البانر بتاكل نصها. دي بدايه العبث بالصور منتقبه توثق لحظه التحرش بها داخل الميكروباص، وسيد علي يعلق اديله بالجزمه. انا بتفق مع سيد علي. فيديو مرعب بلس 18 لحظه اخراج بعد الاسحار، طفل يدخل في نوبه ضحك هستيري بسبب اصوات تمزيق الاوراق. ده جنب الفيديو بتاع رعب اخراج السحر والجن. انا حاسس ان الادمن بتاع الشانل دي راجل كبير عجوز بومر كده، بيمشي على الفيس بيلاقي الفيديو ده يحمله، يفضل كده يشير بقى، بيشوف كده الفيديوهات الحلوه اللي على التليفون بتاعته ويفضل يشيرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسلم طبعا على الاستاذه عبير والاستاذه منال، طبعا الاستاذه سهير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كلكم ناس نجوم وناس محترمين. تسلم. برنامج جميل جدا جدا جدا، الواحد بيتابعه بصراحه كل يوم. كداب فشخ. ليه راجل ممكن يتفرج على كلام هوانم؟ ليه انت كراجل عندك هرمون التستوستيرون اعلى من هرمون الاستروجين تتفرج على برنامج اسمه كلام هوانم؟ معلش كده في حاجه غلط بقى في ليفلات التستوستيرون عندك، لازم تروح تكشف. سير حضرتك. سيريك طبعا. انا بص ممكن اسال بس استاذ سهير حاجه؟ اتفضل. يا جماعه الاستوديو، يا جماعه الديكور بتاعه عامل شبه كوافير مثلا، كوافير في حاره شعبيه. ايه الصور دي؟
ايه الصور دي بجد؟ وين الالوانات الاوفر دي؟ استاذ سهير، حضرتك متجوزه؟ عندك عريس؟ انا عريس، انا عايز اخطبك بصراحه. يا اختي عريس على الهوا. يعني والله عشان تعرف ان احنا وشنا حلو عليها، جاي لها عريس على الهوا. اللي هيتجوزني قدم لي شهادته من غير ما ينرفزني يحكي تاريخ حياته. طب ردي خرل يا ايه كده؟ ارحموني شويه. لكل بنت حلوه ارجوكي ما تفتحيش بقك، ما تفتحيش بقك. اول ما تفتحي بقك بنعرف مستوى خفه الدم عندك وبنتقفل. يا رب النور كان قطع قبل ما اشوف الخر اللي انا شفته ده. من غير ما ينرفزني يحكي تاريخ حياته. جيهان قمري في تصريح بلس 18: ما عنديش مشكله حد يبص على مكني الحساسه. هو ايه ده؟ طب هي فين جيهان قمري؟ نروح نتاكد من التصريح ده. افتكرت الصوره بتاعت قراءه الطقس، عايز اروح اقرا لها انت توصفي لي الحياه اللي الواحد عايشها لوحده دي عامله ازاي؟ ملهاش وصف. احساس صعب اكيد والله. محتاجه تحبي؟ محتاجه طبعا محتاجه. يا جماعه هو الراجل ده اللي كان طالع في لقاء مع محمد رمضان لما قال له عندك صور عريانه؟ عندك فيديوهات وانت مش لابس؟ يا جماعه الراجل ده بجد شهواني، الراجل ده بجد انا بخاف منه. متصله تروي رؤيه لرؤيتها العضو الذكري لابنها في المنام. لا انا بجد حاسس ان احنا كل ما بنغوط بيبقى في كده حاجه كده غريبه. حاسس ان انا لازم اقفل دلوقتي الفيديو واروح اشوف لي حاجه تانية اعملها. اول رؤيه حلمت ان ابني الكبير كاني شفته كده عريان، بس شفت المنطقه بتاعه الجهاز التناسلي بتاعه، يعني شفتها سمرة كده. فانا اتخضيت في الحلم وقلت ايه ده، هي عامله كده ليه؟ ثواني بس، ثواني. انت هنا عندك مشكله انك شفتي الحته الجهاز التناسلي، ولا عندك مشكله انك شفتيها سمرة؟ بس تفرق ايه؟ ايه مشكلتك بالتحديد؟ طيب بصي هقولك على حاجه. هو منطقه العوره المغلظه او ذكر الرجل ده لما يكون بالوضع ده معناه ان شويه في كلام يقال مش كويس على والده. يحاول ثواني بس، هما بيتكلموا عن الاعضاء الذكريه والاجهزه التناسليه، والست اللي ورا عماله تعمل اكل. انا بجد الست اللي ورا دي صعبانه عليا فشخ. في 3 عمالين بيتناقشوا حول الجهاز التناسلي، وفي وليه ورا يعني بتعمل في اكل. بجد حرج. اول الكلام على الوالد وليس على الصبي او الولد، خدت بالك؟ ولكن ده يعني بس حاجه سابقه بما انها قديمه، ولكن ان شاء الله ربنا يعدل الاحوال. يا رب يا رب يا رب الاحوال تتعدل يا رب، والمنطقه السمراء تبقى تبطل زنجيه. انا ليا ولدين غيره. ايوه. فحلمت بابني الاوسط برضو ان انا شفت كده، بس قلت ده زي بابا بالظبط يعني ايه هو في اوليه؟ ما تهدي على نفسك شويه. في ايه كل شويه تحلمي بحاجات؟ ايه فين جوزها من الكلام ده؟ ايه هبه من المنوفيه؟ حد يتصرف مع هبه من المنوفيه، انا خايف. ما تخضتش ولا اي حاجه. اهو ده تاكيد على الكلام. اتكرر على ابني الصغير برضو ال3. انا خايف قوي اقسم بالله. ايه ده؟ كده على الكلام. الموضوع لا يخص الاولاد ولكن يخص الاب. ففي مشكله عنده في السيره، يعني في حاجه. عنده سرعه قصف الاب اكيد. طيب شكرا يا دكتوره، بس معلش ممكن كمان حلم صغير؟ قول. لا انا مش مستحمل، مش يا رب ما يطلع اللي في بالي ما يطلعش عندها ابن كده رابع برضو شافت. يا رب ربنا معاكي يا هبه من المنوفيه وتبطلي تشوفي اعضاء تفسير رؤية الميت في المنام مع صوفيا زادة يعني ايه؟ يعني تفسير رؤية الميت في المنام مع صوفيا زادة يعني نشوف الميت في المنام نايم مع صوفيا زادة، ولا ده بتفسير رؤية الميت في المنام وصوفيا زادة هتشرح لنا الرؤية، ولا تفسير حلم من يرى انه في امتحان وغير قادر على الحل؟ اسمعوا بقى يا بتوعي ثانويه عامه. لو سمحت ممكن نسال حضرتك على حلم لزوجي بيحلم بقاله سنه او اكتر من سنه. اتفضلي. هو عامة لما بيحلم ان هو دايما بيروح امتحان، يا اما متأخر عن الامتحان ومش قادر يوصل، يا اما بيروح الامتحان بس مش بيعرف يحل. زوجك ايه ده اللي بيروح امتحان؟ صوتك صوت واحدة معدية 60 سنة وزوجك ده طالع على المعاش، كان موظف في الجمرك مثلا. يا اما هو عارف مثلا الاجابة بس مش عارف يوصل الاجابة للورقة اللي هو بيحل فيها. قلبي دوت عنده حاجة المفروض يقول الحق عليها مش قادر يقوله،
معقولة؟ يعني اللي يحلم ان هو عنده ده بيبقى امتحان امتحان ما بينه وما بين الله سبحان الله. المفروض هي بتوع ثانويه عامه، لو حد فيكم حلم انه مش عارف يحل امتحان، شوف بقى انت في حاجه مخبيها، يعني في مش عارف بقى، انت في بنت المفروض تروح تعترف ليها بحبك، معرفش. دايما عايزاك تكلمني ابتديته ازاي؟ هو الحقيقه اول مشوارنا ان انا كنت في قصه كفاح لوحدي. حوار السوشيال ميديا ده بدايته كانت طويله شويه عليا، اللي هو من حوالي 7-8 سنين. تامر السنجاري حاسس اسمه يليق على بتاع سمك مثلا، اللي هو مكانه يبقى جنب بهيج. تامر السنجاري كده مش عارف. في البدايه انا ما كانش في حوار السوشيال ميديا في دماغي، ساعتها اشتغلت شغلانات كتير، منهم سواق توك توك، منهم على عربيه فول، منهم على حاجات تانية كتير. الفكره جات لك ازاي؟ الفكره جات لي ان انا كنت في المدرسه، فعملنا فيديو هزار انا واصحابي، فنزلناه على منصه الفيسبوك. منصه الفيسبوك مره واحده انا عندي فضول فشخ اشوف تامر السنجاري بيعمل ايه على تيك توك. يا رب نظرتي تطلع غلط ويكون بيعمل محتوى فشيخ فعلا. النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام. طب تمام، حلو قوي. اقطعوا النت عن كفر الشيخ ارجوكم. خناقه حاميه بين كاف عفت نصار وكاف محمد عبد الله، وتراشق بالالفاظ على الهواء. انت على قدك، هو ده التراشق بالالفاظ على الهواء؟ ما قالوش يعني يا ابن بابا. يا نهار ابيض، ايه ده؟ بالفيديو سر ظهور مذيعة حدث اليوم مضروبه على الهواء. ايه اللي حصل بقى ده؟ دي مصفوعه ولا مضروبه من مين دي؟ هو ده اسم البرنامج بجد؟ هو ده بجد اسم البرنامج؟ سمك لبن تمر هندي. دي وصفه ازاي توجع بطنك؟ انا بعتذر لكم لاني فكرت كتير قوي قبل ما اعمل الحلقه دي، لكن لقيت انه الحقيقه اننا لازم نواجه. ما ينفعش ان احنا نحط راسنا في الرمل زي النعام. هو النعام بيحط راسه في الرمل؟ تعبيراتهم غريبه قوي. الناس اللي في القناه دي بجد بحسهم بيجيبوا فضائيين. هو ايه اللي النعام؟ اغماء مذيعه الحدث اليوم على الهواء والخروج لفاصل اضطراري وجايبين صورتها وهي مغميه عليها. حرفيا بيستغلوا اي حاجه تجيب لهم فيوز، كليك بيت على طول. المذيعه عندهم اتضربت، يلا تسيبي كل الراكب تنزلي دلوقتي تعملي لنا حلقه وانت مضروبه ومفشوخه وطالع عين امك. هم عندهم النسخه الانثويه من ديكستر. يا دين امي، الحدث اليوم مش حرمانه من حاجه. برحب بيكم في معمل برنامج منال اغا. احنا النهارده ايه اللي انا سمعته ده؟ استني بس، في حاجه غلط، الجمله محتاجه تتعاد تركيبها. برحب بيكم في معمل برنامج منال اغا. يعني ايه برحب معمل برنامج منال اغا؟ احنا فين هنا؟ احنا في المعمل ولا في البرنامج؟ مش فاهم حاجه. احنا النهارده هنحضر مع بعض مخدر لستروكس. يا دين امي. طب ايه يا منال فرفلي الناس كلها، انت هتقضي على الشباب كده. احنا معانا عشب. العشب اللي معانا ده شبه اللي بيتباع على الستروكس، هو اسمه بردقوش. اللي بتقول بردقوش. احنا هنعمل ايه؟ هنحط 5 جرام من العشب ده، شويه من السائل الاصفر. يا خساره يا جماعه، هي مش بتقول الاسامي بتاعت السوائل، بتقول الالوان بتاعتها بس. يا خساره، كنت عايز اعرف سر الوصفه بجد. كنت هفتح بقى، كنت هبقى والتر وايت بس نسخه الاستروكس. حرفيا كنت خلاص كنت هغزو العالم. وخلطناهم كويس وعليهم رشه خفيفه تنر. ده يا جماعه اللي بيسبب الهلاوس البصريه. طيب ده بتاع الهلاوس البصريه. انا صدقوني انا متاكد ان هي مستبحه، او هي اخدت حاجه من الاستروكس اللي هي بتعمله ده، شربت شويه قبل ما تعمل برنامج. وساعات بحس ان قناه الحدث اليوم دي امتداد للديب ويب على التلفزيون المصري، او موقع كده من مواقع الاتجار بالبشر. عندهم المذيعين بيتضربوا. اسمحوا لي الاول ان انا اعتذر عن اني طالعه بالشكل ده. بيغمى عليهم. الف سلامه دكتوره. وبيتقص شعرهم. بقص شعري. بيتعرضوا لكل انواع التعذيب ومفيش حد بيتكلم عن حقوقهم. بقيت بحسه اصلا موقع جور، مش قناه تلفزيونيه. انا اصلا مش فاهم ليه حد بجد الدنيا ممكن تيجي عليه لدرجه ان هو يستسلم ويشتغل في مكان شبه ده. يعني انا بجد عندي اكرم لي ان انا ابقى مدير اعمال محمد الزبال، او مدير اعمال المصفوع من عمرو دياب، او حتى يا عم اكون المصفوع من عمرو دياب ذات نفسه، احسن بجد من ان انا اشتغل شغلانه شبه دي. بصوا يا جماعه، عشان اوريكم بس ان الادمن بتاع الشانل دي عنده انفصام في الشخصيه. فيديو فوق عبد الرحمن مسعد يريح القلوب بتلاوة أكثر من رائعة. الفنانة الاستعراضية جوهرة تستعرض رشاقتها على الهواء. ومقدم الوصف الفني يغازلها: شكلك مزة قوي.
نيجي بقى عند الراجل ده من اكتر الناس الشريره اللي شفتهم في حياتي. شخص كريبي كده وبحسه عايز ينمع الضيوف بتوعه. ساعات يمسكهم يزعق لهم، ما ينفعش. لا يا اللي انت بتعمله ده. ساعات تانية بيعاكسهم. وانت صغيره كنت حلوه فعلا، لما كبرتي بقيتي طعمه. ساعات بقى تانية لما بيحس نفسه فاضي بياخدهم يخلوه يعملوا له حاجات. هو ايه اللي بيعمله؟ اللي تقدر تنفذها لنا دلوقتي عشان وقتنا معلش بيخلص يا حسن. هتلاقي ناس اول ما هتفرح اعمل لكم فيا كده تنزلوا. لا من تحت من تحت من تحت. ارفع سنه. بسم الله. ايه مش من رجع معاك بجد. الراجل ده شهواني بطريقه اوفر. ده ساب كل الناس. هتخليه يا اسطى يعمل لك ايه يا اسطى؟ مش هنا. طيب اهو انا فوق دلوقتي، هو شايلني بسنانه ودي معناها العمود الفقري. وبيتعامل معاهم بطريقه كده ايه فيها تعالي، كانه مثلا مشتريهم من سوق الرقيق. بعد اذنك ما انت هتغيظي عبده من اول الحلقه. لا كده. ده غير بقى انه شخص في منتهى الدراما والاصطناع. هبوس تراب بلدي طول عمري. بس الصراحه يعني بتعجبني دماغه في اختيار المواضيع. يعني مثلا من فتره لما عمرو دياب مسك الولا سكعه بالقلم، يروح بقى المعلم عامل لك ايه؟ جايب لك محمد الزبال يعلق ويهاجم عمرو دياب على الحوار ده. طب دي كانت تخطر في بال مين؟ دي اللي كتب والف في فيلم انترستيلر ما يقدرش يجيب فكره لولبيه شبه دي. وانت مدرك الملحمه اللي حصلت؟ محمد الزبال يتكلم على عمرو دياب اللي سكع الولا بالقلم. بصوا المصفوع بقى لو كان جابها ايه من بره كده وراح حط ايده في ايد محمد الزبال وقال له يلا بينا على عمرو دياب، كان هيبقى حاجه كده اصعب من الافنجرز. مزه طويله عريضه جسم وبتاع. فاقول لها الناس شايفاكي بالشكل ده، مع انها شايفها على الهوا جسم متناسق وصغنطوط، ما هواش ضخم يعني. الراجل ده بجد شهواني فشخ. حد يروح يجوزه. ده كان من شويه عايز صور عريانه اللي شبيه محمد رمضان، ودلوقتي بيسنب على جوهره. لكن دلوقتي احنا شايفين ظاهرة غريبة. الموضوع اختلف تماما، ما بقاش بس ان هو فيديوهات بتنتشر عشان تدعم الموهوبين. لا، هي فيديوهات بتنتشر عشان يعني داخلها محتوى غير رائق تماما. ولا ايه رايك يا محمد؟ هو طبعا هو الموضوع خطير جدا، واللي انا بعتبره موضوع بلوى. يعني التيك توك ده بلوى يا جماعه. انتوا بجد يعني مين محمد مصطفى ده؟ مين محمد مصطفى ده؟ يعني اي برنامج محمد مصطفى بيقول له مثلا التخصص بتاعه بيعمل ايه في حياته، انما محمد مصطفى ده بجد جايبين السايس بتاعتي يكلمنا عن مخاطر التيك توك. مين ده؟ البلوى دي اذت. مالها البلوى ده؟ هي التيك توك ده يا جماعه يعني وصلنا لحاله لا نحسد عليها. التيك توك دون خلانا نشوف اللي يخلينا نكره الجواز، خلانا نشوف ان نشك في الدنيا كلها، ان كان بنت ان كان ست ان كان راجل. يا اسطى لا معلش، بس انت الفوري بيج بتاعتك محتاجه تتظبط بقى. شوف انت الالجوريزم بتاعتك بقى ايه. انت بتشوف حاجات سلبيه، انما انا عندي حاجات تانية. انا عندي قطط وعندي حاجات تافهه فشخ. من ضمن الحاجات اللي شفتها على التيك توك ان راجل بيطلع بصوت ست وان ست بتطلع بصوت راجل، خلى الرجاله ستات والستات رجاله. يا رب ما يشوف نور الشطوره. لازم الشيسي يختلف. لا الناس بتتخن لما تجديدات بتكبر تحصل. يا دي الراجل الشهواني ده تكميم وكده. لا بجد لا، بس هعرف. اتهريت. بس هقول لك حاجه، لو عرفت ان انت عملتي عمليه بعد ما قلتي لي على الهوا لا هتزعلي مني. لا بص، هو ايه اللي يعرف واتهريت وهعرف وعمليتك؟ حاسس ان انا غلط، حاسس ان انا قاعد في مكان غلط، حاسس ان هم المفروض يقعدوا في كده في اوضه لوحدهم ويفضلوا يتناقشوا ويكملوا النقاش بتاعهم ده. حاسس ان انا دخيل كده في وسطهم. زي كل ست مصريه سعوديه بتقص شعرها لحد ما تاخد طرها. انا مش دي اللي كانت مرزوعه علقه من شويه وحد كلها علقه حرفيا خلى وشها الوان من كل حته؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ هتقص شعرها؟ بقص شعري وبقول ان رجالتك يا مصر رجاله بمعنى رجاله. العالم بعد ما قصيت شعرك، العالم بعد ما قصيت شعرك مفيش اي فرق حصل. يا ريت تخرسي بقى. وكمان قناه الحدث اليوم من اكتر القنوات اللي مش بتاخد اي مجهود في تسميه البرامج اللي بتتعرض عليها. عندهم برامج كتيره فشخ وكلها اساميها كليشيه وما فيهاش زيرو كده مجهود. مثلا هيجيبوا واحد يستضيف فنانين، يا ترى هيسموه ايه؟ الوسط الفني. هيجيبوا واحد مفكر نفسه نيكولا تسلا وهيفضل يتكلم في كلام علمي وكلام
كلام مهم وكلام عن الدنيا. يا ترى هيسموا البرنامج ايه؟ هيسموا البرنامج كلام مهم جدا. واحده اسمها سمر، يا ترى هيعملوا لها برنامج اسمه ايه؟ حياتكم احلى مع سمر. طب سمر دي هتتكلم في ايه يعني عشان حياتي تبقى احلى معاها؟ ومين سمر دي اصلا؟ يعني انا الانسان الوحيده اللي حياتي اكيد هتبقى احلى معاها هي نورة الشطوره طبعا، يعني شكلهم ما يعرفوش. او واحده اسمها هايدي هتطلع تتكلم في كلام عن الصحه، فيروح عامل لها برنامج اسمه صحتك مع هايدي، مع ان هايدي دي تحسوها عندها سمنه مفرطه. فانا بجد مش فاهم صحتي ايه دي اللي عايزين تخلوها مع هايدي. بس كده يا جماعه فيديو النهارده يكون خلص. يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان ببقى اكتف هناك وبحتاجكوا ساعات لحاجات ليها علاقه بالفيديوهات. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان قربنا على 100,000، خلاص فاضل 20,000. ما قربناش قوي يعني بس خلاص، عشان لما نوصل 100,000 ان شاء الله هعمل ميرش، وهيبقى فيه بقى ابناء ضايعه في كل مكان بقى لابسين التيشيرت بقى، كلنا بقى هنبقى كده خلاص، هنبقى كلت بقى، هنتوسع. بس كده اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.